يا صباح التفاؤل ويا صباح الخير ويا صباح كل حاجة حلوة عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بصوا هناخد اليوم من اوله لحد اخره. يعني بصوا اتشجعوا كده بقى معايا وقوموا كده اعملوا مج نسكافيه ولا مج شاي ولا قهوة، الحاجة اللي بتحبوها، وتعالوا بقى معايا النهاردة اليوم من اوله. يوم مليان 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 يعني. اول حاجة كده ابتديتها الصبح بدري، قمت عملت الفطار. الفطار ايه؟ عملت السندوتشات لولادي، جهزت لهم لانش بوكس واديت كل واحد اللانش بوكس بتاعه وازازة المية بتاعته، ونزلوا على المدرسة. تمام، بعد ما نزلوا على المدرسة مش هكدب عليكم بقول لكم بقى دخلت وعملت وروقت ومش عارفة ايه، لما كنتش نمت كويس بصراحة، دخلت نمت ساعتين وبعد كده قمت ماشي. قمت معاهم على مجيهم، يعني يعتبر قمت على الميعاد بتاعهم. حطيت دورة غسيل كده في الغسالة، عشان انا النهارده عندي غسيل كتير قوي، فهشغل كذا دورة كده ورا بعض وايه واخدهم وانشرهم. تمام. ادي الغسالة بتملى اهي. بصوا بحب المنظر ده قوي بقى، بحبها وهي بتبتدي تتحرك كده والرغاوي بقى تبتدي تطلع. بحب الشكل ده قوي، يعني بحب المنظر ده، بحس انا بحب الرغاوي كده والحاجات دي وكده. المهم جم بقى قعدوا وفطروا وقعدوا شوية وايه، دخلتهم كده بقى يناموا لهم ساعتين، ورحت متسرسبة ونازلة على السوق. رحت بقى ايه، انا كان عندي يعني لا اخفيكم سرا ان التلاجة عندي فاضية، المطبخ فاضي، كل حاجة عندي حرفيا فاضية، ما عنديش اي حاجة خالص. نزلت جبت ايه، جبت طماطم، وجبت البسلة اللي انتوا شايفينها ديت، هعمل النهاردة معاكم بسلة ان شاء الله. جبت اللي هما الوحدتين الكابوتشا دول. آه بحبهم بصراحة قوي، يعني بيبقى حلوين في السلطة. وجبت كمان الاستفندي دوت، جيت داخلة لقيت الراجل بالعربية على نص الشارع، جبت 2 كيلو كده. وجبت فرخة صغنطوطي كده جميلة، عايزة اقول لكم صغنططة خالص، اصغر فرخة عنده يعتبر في المحل، وعاملة 155 جنيه. صغننة جدا، يعني هتشوفوها وانا بنضفها معاكم، صغننة جدا. وجبت كمان ليمون، جبت الليمون جبت ربع بس، لان انا عندي في الفريزر عندي كمية حلوة ما شاء الله. وجبت جزر وجبت فلفل اصفر، وجبت كمان بصل. اقول لكم على الاسعار ان شاء الله. بصوا، البسله الكيلو ب25 جنيه، انا جبت نص، او هي قالت لي هوزن لك بال15، قلت لها تمام ماشي. وجبت الملوخيه دي كمان، فريده هتموتوا تاكل ملوخيه، والملوخيه في السوق صفرة ومش حلوه خالص. بصوا دي كانت عامله 12 جنيه 75. ماشي، اللي هي الجيفريكس دي بتبقى حلوه قوي. نفسها فيها، فقلت لها خلاص ماشي حبيبتي هجيبلك. اليوستفندي العربية كانت واقفة بتعبي الكيلو ب5 جنيه، بس طعمه جميل يا جماعة، مسكر تحفة. الجزر كمان كان ب5. الطماطم لقيت الست دي بتبيع ب5، والباقي كله كان بيبيع كيلو ونص ب10، بس كانت حلوة بصراحة جبت منها. آه ايه تاني، الخصاية الكابوتشا ديت الواحدة كانت عاملة 7 جنيه. بس كده مفيش حاجة. البصل كان عامل 15. تمام، انا بقول لكم الاسعار برضو عشان تبقوا عارفين. دخلت طبعا بقى قلت اشيل الغسيل اللي على الحبل، لان انا عندي كام دورة غسيل كده، فقلت افضي الغسيل اللي على الحبل، شلت اللي الناحية دي وشلت اللي على المنشر التاني كمان. وعايزه اقول لكم عملت جبل غسيل على انتريه. يعني بصوا عايزين، الغسيل ده عايز لمة صحاب كده ويقعدوا ويتسامروا كده ويهزروا ويضحكوا ويقعدوا يطبقوه بقى، يعني مش عايز فرد لوحده. عشان انا لما كذا مرة على بعض بصراحة، فعندي جبل غسيل بجد بجد بجد، يعني صعب جدا كتير قوي، ومكسله عليه بصراحه، برضو بزهق قوي، عشان انا بحب في تطبيق الغسيل بطبق على مهلي وبطبق التطبيقه على قد بعضها ومش فتحسوني كده اللي هو باخد وقت فيه، فعشان كده بزهق. المهم بقى ايه، لميت الغسيل خلاص وحطيته جوه مع اخواته، ملناش دعوه بيه، يقعدوا مع بعض كده. هنا الصابون كان عندي خلص، وكان عندي ازازه اوكسي. انا اول مره اجرب الاوكسي، بس عايزه اقول لكم طلع تحفه تحفة تحفة تحفة، وبيعمل رغوة جميلة جدا، والريحة اللي مجربش الاوكسي بصراحة فايته كتير، تحفة جميل جدا. والحبة اللي انا حطيتهم دول استغبيت، انا فاكراه بقى ان هو خفيف زي بقية الصابون، لا طلع تقيل جدا، و ما شاء الله حلو جدا جدا الاوكسي ده بصراحة. ومعانا كمان الاوكسي ده مش تبع المقاطعة ولا حاجة، يعني اللي عايز يجيبه كده.
حلوة قوي. بصوا الرغاوي بتاعته ما شاء الله حلوة قوي. ولو الريحة توصل لكم، الريحة جميلة جدا. لو وصلتوا معايا بقى لفقرة الرغاوي ديت، حطوا لي لايك كده، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي فيها، وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك ان شاء الله. وقولوا لي بقى ايه رأيكم في الفيديوهات، وعايزة بقى تعليقات كتيرة كده كده، كومنتات كتير 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 كتير. ماشي، قولوا لي رأيكم في الكومنتات في الفيديوهات. في زاوية التصوير الدنيا ايه معاكم؟ تمام، عشان انا بقالي كتير يا جماعة، انتوا عارفين ان انا كنت موقفة تصوير بقالي 3 سنين، فلسه ببتدي يا دوبك ان انا انزل فيديوهات. فالدنيا لسه مش متظبطة معايا قوي برضو، وكمان عشان بادئه مع يعني بادية انزل فيديوهات في وقت دراسة، فطبعا اليوم متاكل. ف يلا ان شاء الله نحاول مع بعض. انا كل ده لسه ما عملتش حاجة في المطبخ، ما عملتش الاستيكر بتاع الرخامة، ما عملتش حاجة رمضان، ما عملتش معاكم اي حاجة لسه. اللي هي التنظيفات بقى اللي هي الاخيرة اللي هي بتاعت قبل رمضان، ان شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية وانزلها لكم. استنوها باذن الله. رغيت كتير قوي. انا رغاية ولا ايه؟ بس انا عن نفسي لما بحب اتفرج على فيديوهات وبتسلى كده بشغل فيديو، يعني بشغل الموبايل قدامي كده وانا بغسل المواعين، بشغل فيديو روتين مثلا زي كده، بتشجع بقى. يعني ببقى سامعة اكتر ما انا ببقى شايفة، بتبقى عيني بتروح على التليفون كل وقت والتاني، بس انا اصلا عيني مع المواعين اكتر، فببقى سامعة. فبحب الونس ده، فعشان كده بقى برغي معاكم برضو. لان انا بحب لما باجي اسمع فيديوهات احب ايه؟ الرغي ده مش مسموش رغي بقى، اسمه ونس، بناخد بحس بعض كده. بصوا بقى المنظر، بصوا، بصوا الجمال والحلاوة. الحوض فاضي والمواعين كلها مغسولة. يعني ايه ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ حلو قوي يعني المنظر ده بصراحة، احلى منظر يعني نحب ان احنا نخش ونشوفه في المطبخ. هو وان البوتاجاز يبقى فله كده ونضيف ومنور. ادي البوتاجاز هو التاني برضو عدينا عليه، هو كده كده ما كانش متبهدل قوي، نضفناه كده تنظيفة سريعة. بصوا انا عايزة الزق ظهر البوتاجاز دوت، بس مش عارفة الزقه ايه. يعني انا عايزة اخد رأيكم. احط الاستيكر الرخامي اللي هو اللي لونه ابيض ده، احطه على الظهر بتاعه، ولا احط اللي هو شكله عامل زي اللي هو المغربي ده، الاشكال اللي هي السمبوكسات في بعضها دي، ولا احط التاني اللي هو لونه السيلفر دوت، اللي هو بيبقى منغمش شوية، يبقى لايق كده على الحاجة اللي على البوتاجاز. قولولي كده رأيكم في الكومنتات. بصوا شايفين المنظر؟ اللي يشوف المنظر الناحية التانية ما يشوفش المنظر هنا. هنا ده رباكة. كنتش لسه بقى فطيت اي حاجة ولا رصيت اي حاجة، خلصت الحوض والمواعين والبوتاجاز، وكنتش بقى لسه دخلت على الجزئية دي. بس عادي هنخش عليها وننضفها ونلمعها ونخليها برضو زي الفل، ونرص الحاجة كلها في التلاجة. بس قولولي، هستنى رأيكم بجد في الكومنتات. قولولي احط انهي ستيكر على الظهر بتاع البوتاجاز. احط اللي هو السيلفر، اللي هو عارفينه ده، اللي هو بيبقى منغمش شوية ده، ولا احط اللي هو الرخامي اللي هو زي اللي على الرخامة ده بالظبط كده بس ابيض، ولا اسود برضو عادي، يعني عندي الابيض وعندي الاسود، ولا اللي هو التاني الشكل اللي هو المغربي دوت. انا مش لاقياه، بس يعني ان انا لو هو شكله هيبقى احلى قولولي وانا هدور عليه وان شاء الله الاقيه. بصوا انا هنا بقى هبتدي ارص الخضار بتاعي في المنظمات بتاعه التلاجة. جيت افضيه لقيت المنظم ده متبهدل خالص عايز يتنضف، فمسكته كده غسلته على الحوض ونشفته كويس، وهرص بقى فيه الحاجة كده زي ما انتوا شايفين. طلع بس كده جزرتين عشان خاطر البسلة اللي هتتعمل، اهو هركنهم على جنب. والليمون دوت انا بشيله بالطريقة دي، عايزه اقول لكم بيقعد فترة طويلة جدا لحد اخر ليمونة، بيبقى زي الفل. تحطيه في برطمان ازاز كده وتمليه مية وتسيبيه في التلاجة، بيقعد معاكي لحد اخر ليمونة. بيبقى زي يعني اكنك لسه شاريه، هي بس ان الليمونه بتطرى معاكي كده حاجه بسيطه. فاللي هو برضو بيبقى حلو، يعني الليمون ما بيبصش فيه ولا بيعفن ولا اي حاجه. برضو بتاع الطماطم لقيته متبهدل، خدته هو التاني برضو غسلته وهنشفه برضو كويس، وهبتدي ايه؟ ان انا ارص فيه الطماطم. انا بحب احط فوطه تحتها كده، لان هي انا ما بحطهاش في شنط. لما بتعرق ولا حاجه الفوطه اللي تحتها بتشرب الميه اللي بتنزل منها يعني. شلت الفوطه التانية اللي مش نظيفه وحطيت اللي هي ديت. بصوا هبتدي ان انا انقط الطماطم الطرية، هحطها هنا على جنب، هصلصها والجامدة هخليها في التلاجة للسلطات.
انا كده كده كنت عامله حسابي ان انا منقيه اغلبها يعني محمره كده وطريه، عشان انا هعملها ايه صلصه. خلاص كده حطيت الحاجه في المنظمات ورصيت الحاجه زي ما هي بقى، والدنيا تمام، وفضيت البصل وكل حاجه 100 فل يعني. هبتدي بقى ان انا اغسل الطماطم واحطها في الحله. انا بحب احطها كده يا اما سليمه يا اما مقسومه نصين، واحطها تنزل ميتها وتطرى، وبعد كده اضربها، وبعد كده اصفيها واحطها تاخد غل يعني تتسبك تاني وتتقل. انا بحب اشيلها تقيله، ان انا لما اطلعها ما بطلعها اكنها زي الصلصه بتاعه البرطمانات، مش محتاجه وقت ان هي لسه تتسبك وكده. اهو كده هحطها على النار بقى، وايه وهخش على الفراخ. قبل ما اوسخ ايدي بقى ابتدي احط كده إيه شويه دقيق، واحط طماطمايه كده اعصرها عشان الزفاره، واعصر ليمونه، واحط شويه ملح كمان، ساعات برضو بحط شويه سكر. وهبتدي بقى ان انا انضف الفرخه النونو الجميله دي. والله عايزه اقول لكم ما شاء الله طلعت طعمها حلو قوي. يعني الفرخه كل ما كانت صغننه سبحان الله بتبقى طعمه اكتر من المنفوخه الكبيره قوي دي. كانت طعمها حلو ما شاء الله، يعني طلعت حلوه. بصوا، بنضفها كده في السريع، بشيل الزوايد والميه اللي بتبقى تحت الجلد والحاجات دي كلها. طبعا احنا اساتذه في تنظيف الفراخ، يعني انا مش هشرح لكم، بس انا بقول عشان لو في حد بيتفرج مثلا لسه، يعني تكون لسه متجوزه جديد، تكون مثلا مش متجوزه خالص وقربت على جواز وبتتعلم برضو من الفيديوهات ديت، فبرضو بنقول اي معلومه مثلا تكون هتفيدها. انما الباقيين بقى اللي هم خبره بقى خلاص كده زينا، عادي يعني اتفرجوا ومن غير ما اضيف لكم اي معلومه خالص. هنا حطيت بصلايه وطماطمايه، وحطيت حبهان، وهحط جزرايه بعد كده. انا كنت لسه قشرتها عشان ايدي ما كانتش نضيفه برضو ونسيت. هحط برضو جزرايه، واحط شويه ملح وشويه كمون. كمون ايه، هحط شويه ملح وشويه فلفل اسود، وهسيب بقى الفراخ تتسلق. عايزه اقول لكم طلعت تحفه ما شاء الله. قعدنا بقى على الارض. عايزه اقول لكم انا هلكت، يعني هلكت بجد اليوم ده. هلكت بجد. انا وانا في السوق اعصابي ثابت. كنت نازله من غير فطار، كنت فطرت العيال وما فطرتش انا، وشاربه نسكافيه، ضربات قلبي ابتدت تعلى ودخت وهبطت. فقلت لهم لا بقى، ناديت عليهم بقول لكم ايه، تعالوا بقى يلا نقعد نفصص البسله سوا مع بعض. قعدنا كده في الارض وقعدنا نفصص البسله. بصوا، هما خدوها لعبة والله، يعني هما طلعوا عيني، قعدوا يشيلوا ويحطوا ويلعبوا ويفضوا هنا ولا انا عندي بلي صغنن وانتي عندك بلي كبير ومعرفش ايه، وكان مولد يعني. المهم خلصناها وايه، وقلت كده اقشر لها جزرتين واقشر بطاطساية. انا ما بعملهاش ببطاطس خالص، بس المرة دي كده هفت في دماغي، قلت لا احط بطاطساية كده صغيرة. انا عيالي بيغلبوني برضو فيها شوية لما بيجوا ياكلوها الصغيرين، فقلت يمكن لما يلاقوا البطاطساية مثلا ولا حاجة يبتدوا ياكلوا. فعلا ده اللي حصل، ان هما لما جم ياكلوا حمزة قال لي لا انا هنقي البطاطس بس. قلت له ماشي. قلت له طب ما تاخد معاها بسلاية كده تدوق. هو بحالات شوية يحبها وشوية يقول لي لا لا ده هي كانت مرة بس حلوة كده وانا ما باكلهاش. فقلت احط البطاطس كده اجر رجليهم بيها يعني، وقد كان حطيتها وجريت رجليهم بيها. وعايزه اقول لكم كانت مسكره برضو، كانت جميله وحلوه قوي. هنا كده هجهز البصلايه عشان اعمل بيها البسله. انا نمت معاكم ولا ايه يا جدعان؟ حاسه ان البصله حاسه كأن البصله دلوقتي قدامي وعيني نامت كده خالص. اعملها كده في الكبه. بصوا انا ممكن اقطعها على ايدي، بس الكبه بتفرمها خالص، وانا عيالي ما بيحبوش البصل ظاهر في الاكل. لو البصل ظاهر في الاكل مش هياكلوه، فلازم ان انا اعملها في الكبة. وكمان لما اجي اعملها بحط لها شوية ملح عشان الملح يدبلها، تدبل خالص، ان هي تبقى يعني ما تتشافش خالص.
انا برضو زي عيالي مش بحب البصل يبقى ظاهر في الاكل، بس ايه، خلاص بقى احنا كبرنا وبتاع وعيب بقى لما نقول قدامنا عيالنا او ننقي البصل قدامهم او كده. بس برضو بيني وبينكم يعني انا زيهم، مش بحب البصل يبقى ظاهر في الاكل. فايه هنعمه بقى خالص، هخليه بقى ايه، ناعم خالص كده عشان خاطر ما يحسوش بيه. اهو يا دوبك كده ايه ضربتين وخلاص. يا جماعة لو وصلتوا معايا لفقرة البصل ديت قولوا لي حسيتوا بنفس الحرقان اللي في العين اللي انا حسيته ده ولا ايه؟ انا حسيت ان البصل ده قدامي حقيقي بجد. حسيته بحرقان العين بتاع البصل ده. بصوا انا مولعه العين التانية وعماله اودي واجيب ايدي واودي واجيب، عماله اقول هي مش راضيه تبول عليها، كنت خايفه تهب فيا. تريني مولعه العين التانية اصلا مش مولعه العين دي. هنا هبتدي بقى ان انا اعمل البسله والطماطم متولع عليها هناك اهي، والفراخ متولع عليها برضو في الحله دي. بصوا فرمته يعني خليته ناعم جدا. وكمان هحط عليه شويه ملح عشان خاطر يدبل قوي، يعني يبقى دبلان خالص. يا نهار ابيض يا جماعه، انا حاسه ان البصل عامل في عينيا. ايه ده، ايه اللي انا فيه ده بجد؟ ده انا بتفرج بس يعني مش بعمله دلوقتي. هحط شويه ملح. الملح بيخلي البصل يدبل كده خالص، فانا عايزه البصل يبقى دبلان على الاخر، مش عايزاهم يحسوا بيه. بصوا طقم التوابل ده كنت عاملاه زمان معاكم على فيديو على القناه من زمان قوي، كم يعني من كذا سنه، حوالي 4 سنين او حاجه. فزهقت من شكله، عايزه اغيره بس مش عارفه اغيره ازاي. يعني الدهان اللي عليه ده، قولولي لو حد يعرف اشيل الدهان من عليه ازاي، يعني ازاي اشيل الدهان من عليه. انا كنت دهنه البرطمان بالغطا بتاعه، اللي هو الطقم الدوار الخشب دوت. انا ما دهنتش الخشب ذات نفسه، بس دهنت اللي هي البرطمانات. فنفسي ان انا اشيل بقى الدهان من عليه، مش عارفه اعمل يعني، نفسي ارجعه تاني زي ما كان شفاف، اغير بس اللون بتاع الغطا. قولولي احطه في حاجه ولا امسحه بايه ولا انقعه في ايه، يعني اللي يعرف يقولي. بصوا بحب شكل الالوان قوي، بصوا الالوان ما شاء الله، بحب شكل الحاجه الملونه كده. بصوا شكلهم حلو قوي. يعني ما شاء الله الخضار بتاع الشتاء بيبقى حلو، بيبقى جميل. انا ما خزنتش اي حاجه الشتاء ده، في حاجات عندي من الشتاء اللي فات، وفي حاجات بصراحه ما خزنتهاش اصلا. يعني انا البسله حتى عندي برضو من الشتاء اللي فات، بس انا النهارده قلت ايه، لان انا مش باقي عندي كتير، فقلت لا خلاص هجيب طالما هي موجوده كمان قربت تمشي، هجيب النهارده اعملها كده فريش، واخلي بقى اللي في الفريزر عندي خليها لاي زنقه. بصوا ما شاء الله شكلها حلو. الصلصه برضو قلت لا مش هضرب من اللي لسه بتتعمل دي واصفي واعمل وادربك نفسي. طلعت كيس كده من الفريزر يفك، وقلت ايه هعمل بيه. عايزه اقول لكم ما شاء الله البسله طلعت طعمها حلو، طلعت طعمها جميل. انا ماليش في الطبيخ قوي برضو زي عيالي يعني، بس انا قلت ايه، يا تغيير يا جماعة، يعني احنا المفروض ناكل طبيخ برضو. مش عارفة احنا بناكلش طبيخ خالص. هنا الطبق اللي بحطه وبحط عليه المعالق على طول مش محطوط، اتزاولت اللي هو عمالة هو انا هحط المعلقة فين وانا هحط المعلقة فين، وكل ده برضو كل ما اجي احط معلقة اتزاول. وفي الاخر خدت بالي اصلا ان انا مش حاطه الطبق، ما انا بحط المعالق على الطبق، مش عارفه كان ايه اللي حصل لي بقى في دماغي. هنا هعمل الرز. بصوا السمنه اللي انا عاملاها معاكم في فيديو دي على فكره، عاملاها معاكم قبل كده في فيديو، عاملاها في كذا فيديو كمان. بسيح بجمع الوش بتاع اللبن اللي هو القشطه، بجمعه وبعد كده بعمل منه ايه، اللي هو السمنه البلدي دي. بصوا بتطلع مرمله وبتطلع جميله جدا.
جربوها بجد هتدعولي، حلوة جدا. انا بقالي سنين مش بشتري سمنة اصلا، بقالي سنين ما بشتريش سمنة، بعمل بالطريقة ديت وبيطلع الاكل طعمه وريحته يعني ما اقولكوش، بيبقى حلو جدا بصراحة. بتغرمي لبن بقى، اللبن دلوقتي يعني بتبقى عايزة تجيبي لبن كتير، بس اهو اللبن يعني ولادك يشربوا اللبن ماشي، احسن ما تدفعي فلوس سمنة برا. اي كلام وكلها زيوت مهدرجة يا اما تروحي تشتري سمنة بلدي بالشيء الفلاني. طب وعلى ايه؟ انت كده منها ولادك يشربوا اللبن او تعملي بيه اي حاجة، ومنها برضو بتطلعي سمنة بلدي. عايزة اقول لكم بتبقى حلوة قوي يعني، جربوها. واللي يجربها او اللي بيعملها اصلا يكتب لي في الكومنتات، واللي مجربها واللي هيجربها لسه يجربها ويقول لي رأيه برضو في الكومنتات. حوشي القشطة وحطيها في الفريزر، وبعد كده اعملي منها السمنة البلدي، هتبقى جميلة جدا، هتدعيلي. لو وصلتي معايا لهنا وما حطيتيش لايك، يا ريت بعد اذنك تحطي لايك. اللايك بيرفع الفيديو، بيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه، يعني انتي كده بتفيديني. لو هو الفيديو عجبك فعلا ما تستخسريش فيا ان انتي تحطي لي لايك، عشان الفيديو يتشاف لاكتر عدد، والفيديو يترفع و... ويتشاف بقى، يتعمل له مشاهدات كتير. اهو كده بحب اعمل بقى اقلب الرز بشعرية كتير قوي، عشان يتفلفل كده يبقى مفرفر يعني. هنا كنت عملت الملوخية وهعمل لها الطشة. عايزه اقول لكم مش عارفة، انا جربت كل ما اجرب الملوخية من بره اللي هي المجمدة دي ما كانتش بتعجبني خالص، يعني كل ما جربت كذا نوع ما كانتش بتعجبني. المرة دي بقى ما شاء الله برضو سبحان الله، المرة دي مش عارفة، ما شاء الله ما شاء الله الاكل اللي طالع كله حلو وجميل والصوت قولوا لي بقى، بتشهقوا ولا بتسموا ولا بتعملوا ايه وانتوا بتطشوا طشة الملوخية دي؟ بصوا انا في الوقت ده الريحة كانت مجنناني، انا كنت عايزة اصب في بقي، مش اصب في الطاسة كده، لا اصب حبة في بقي، كانت الريحة بصوا خلاص، وكنت مت من الجوع بقى. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، باي باي.